السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. آه بعد ماتش الأهلي والقطن الكاميروني ونكسب 4. كهربا 3 هاتريك. قلبي مقبوض يا خال. أنا قلبي مقبوض. يعني ماتش صن داونز والهلال عليه تساؤلات كتير وعليه. أي نعم أنا سيء، أنا أهلي وحش. بس انا حظي حلو، انا نواياي حلوه. يعني انا دايما ربنا بيقف جنبي عشان فريقي وعشان جمهوري وعشان اسمي والاهلي. بس الاهلي سيء، الاهلي في اسوأ. يعني حتى الاربعه اللي جبناهم النهارده هم نتيجه، يعني هم ده نتاج بيرسي تاو اداء كويس، كهربا متالق، وحماس اللي جوه كهربا. يعني يا ريت الفرقه تتعلم منه. ثلاثيه كهربا هاتريك. احنا يعني هاتريك ده ما جبناهوش من ايام النجم الساحلي وليد ازارو. يعني ها طبعا مش مقياس قوي ان دوري الابطال ما يبقاش فيه الهاتريك كتير. يعني انا مش هقيسها ان انا عندي مهاجم او ما عنديش مهاجم او انا متاخر او مش متاخر بقصه الهاتريك. بس اللي انا بقيسه يا جماعه الحماس، روح الاهلي. يعني لعيبه الاهلي قفشه نفس الاخطاء. يعني على فكره الباص بتاع قفشه ده لكهربا ده مش باص، يعني هو شايط. فراحت اسيست الكهرباء فحطها عشان كهربا متابع. كهربا لعيب كوره، عايز كوره. طيب يا عم بص يا سيدي. آه، الفرق ما بين كهربا والحاله بتاعت الفريق. يعني انا عندي عبد قادر لعيب ني كده، لعيب ميت يعني بيجيب شلل. يعني قفشه برضو البساط مش هو اللعيب المنتج، مع ان كسبنا 4. عكس بيرسي تاو. يعني شوف بيرسي تاو حركته مش عارف ايه لما بيبقى فايق. يعني بيرسي تاو ده لو بعيد عن الاصابات احنا عندنا مكسب رهيب. اسمه بيرسي تاو. عندنا مكسب رهيب لو بعيد عن الاصابات. طيب يا سيدي. نرجع لكهربا. كهربا الاداء واللعب اللي بيلعبه. تخيل لعيب زي ده عنده مشاكل وقضايا وهيدفع غرامة مبلغ كبير وعنده الشغف وتوقف 6 شهور وعنده الشغف وبيرجع بالطريقة دي ومحافظ على التمارين. يا عم ايه اللعيبة فين من حواليه؟ اللعيبة اللي ما عندهاش مشاكل. يا جماعة انتوا ما عندكمش مشاكل، اللي عند كهرباء ما عندكمش 10% منها. يعني اللعيب ده عنده شغف وعنده لعب. قلبي مقبوض. ماتش الهلال وصن داونز انا قلبي مقبوض. يعني في دناوة كده، في حالة ندالة هتحصل. انا قلت انا سيء، بس انا مش مش مطمن. مدرب صن داونز طالع بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا كرة القدم شرف وانا هلعب بشرف ومش عارف ايه بس قال كلمة في النص كده، يعني لو خسرنا يبقى غصب عننا يا جماعة. يعني ها، انتوا فاهمين؟ فيعني ده الشلل بقى، ده شلل. ولك ان تتخيل ان انا ابقى يعني صن داونز يكسب الهلال ونتقابل في القاهره وفرقتنا تتدلع. ماشي يا سيدي. المهم عندك الزمالك. باي 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 زمالك. كالعاده مجموعات، كالعاده. افريقيا اسهل. آه، عشان هنرجع الدوري. بس هل والدوري هو ترتيبه الخامس، مين فيهم الاسهل؟ سؤال يطرح نفسه. مين فيهم الاسهل؟ يعني افريقيا اسهل ولا الدوري اسهل، الدوري المصري؟ مين فيهم الاصعب؟ الدوري المصري الاصعب. يعني انت هنا خامس وهنا خرجت من المجموعات كالعاده. ايه؟ ها؟ مش هتبان. بولوزداد، شباب بولوزداد المتواضع احرج الزمالك في القاهره 1-0. مسك الماتش كله غالبا. يعني مفيش كوره يا جماعه، مفيش كوره الزمالك مفيش. يعني زيزو يعني خارج من السجن، مرهق، موضوع المنشطات ما تعرفش، عنده مشاكل. يعني في حاجة غلط. الزمالك خرج مفيش كورة، مفيش أداء، ما لمس الكورة. يعني في ركنيتين تلاتة اللي راح بيهم غلطات من الدفاع بوليسداد. آه عندك الجزيري ده لعيب، أكبر لعيب هجاص، أكبر لعيب بيصيع على الزمالك. ده كل ما يجيبوا مهاجم لو تلاحظوا كده التاريخ الكام سنة اللي فاتوا، هوبا طالعة في ماتش كورة صاروخ، كورة حلوة، كورة مش عارف ايه، هوبا المهاجم السوبر ما ينفعش نعيده. فبالتالي هو من اكتر الناس اللي بياكل عيش. كان في اشاعات طالعه ان الكوتش فييرا هيمشي.
يعني بعد الماتش ده واخر ماتش ليه. طب يا سيدي، هو انت لو هتمشي هيجيبوا مين؟ هيجيبوا جده؟ يمشوا بقى البروف يجيبوا جده، نمشي الجد ونجيب البروف. اسامه نبيه والاثنين. بعض اللقطات اللي على الدكه ان انت يعني ده بيضحك في خساره ده، وده يعني في خسارات كده هما بيضحكوا فيها او بيهزروا في اخر 5 دقايق، انت ما بقتش فاهم ايه الوضع، يعني ايه اللي بيدور جوه نادي الزمالك. هيقول لك طبعا خد بالك، الظروف، المشاكل، عدم الاستقرار، رئيسنا محبوس او رئيسنا محبساجي، ده منطق، ده ملوش اي علاقه باي حاجه. يعني فرئيسه محبساجي، فهو هيتلكك بايه؟ هيتلكك بايه؟ طب هل يا ترى والاهم هيتم اقاله فييرا فعلا؟ طيب هل الاهم لو الاهلي صعد وهيكمل، الزمالك والزملكاويه هيشجعوه عشان كاس العالم 2025؟ آه انا مش عارف اقول ايه، غير ان الزمالك خرج من دور المجموعات كالعاده، اقاله فييرا، الله اعلم فييرا آه هيقدروا يدفعوا شرط جزائي. هي مشكلته كلها شرط جزائي، هما رجعوا البروف عشان الشرط الجزائي، مش يرجعوه عشان هو البروف. يعني في لبس كده وحاجات غريبة. فاحنا يا عم دلوقتي احنا في لخبطيطة، و سيبك من الزمالك، الزمالك اتحسم بكرة، الهلال وصن داونز، ماتش رهيب. هل يفعلها صن داونز ويت ويلعب يعني تحت الترابيزة ان هو يسيب الماتش ويطير الاهلي المنافس الاقوى بعد كده لو صعد للبطولة، واللي بيبقى دايما محتمل في النهائيات او ياخد البطولة؟ كل ده هيبان بكرة، ونتمنى صن داونز يلعب بشرف. بس انا قلبي مقبوض يا خال، والسلام عليكم.